السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله جايبالكم وصفة ب10 جنيه بس، موفرة جدا وقيمتها الغذائية عالية جدا، وتنفع صيامي وتنفع دايت. يعني مش هتتكلف كمان ال10 جنيه. طبعا هنجيب بتنجان رومي نشويه في الفرن، نشويه على عين البوتاجاز، نشويه على صاجة، نشويه بأي طريقة تعجبنا ونقشره. انا قشرته كله اهو، سبت واحدة عشان اوريكم هنقشرها ازاي. بتتقشر بكل سهولة عادي جدا، يعني عادي، ولو في اي حتة قشرة ولا حاجة بنطلعها عادي، وتطلعي البتنجان اللي جواها بالمعلقة، وتهرسيها بشوكة او بمعلقة، حتى بهراسة، بأي حاجة. يعني مش محتاج ان هو يتحط في هاند بلندر بهاند بلندر، ولا حتى في كبة ولا حاجة، هو بالشوكة بيتهرس على طول. وهنجيب حوالي معلقتين زيت، ونجيب بصلاية صغيرة ندبلها، وندبل البصلاية يعني لحد ما تدبل، تطرى بس معانا شوية كده. اوفر طبعا من ان احنا هنجيب بتنجان ونقليه، واصح يعني وطعمه احلى بصراحة، يعني طعمه يعني ليه طعم مميز كده. كنا دايما على طول نعمله لما كنا بنخبز، يعني امي ربنا يديها الصحة، لما نخبز كان على طول صينية البتنجان، صينية الرز، صينية الفراخ، صينية البطاطس، الحاجات دي مرتبطة بالخبيز. هنحط بقى الفلفل، فلفل حامي، فلفل اخضر، فلفل احمر، اي فلفل عندك حطيه. قرن فلفل كده بس، حباية واحدة خرطيها وحطيها تدبل، وحطي طماطمايه وندبلها برضو على النار لحد ما تدبل كويس، ووطي عليها. يعني انا وطيت عليها وسبتها تدبل يعني. وبعد ما دبلت كده وطريت، هناخدها. طبعا هرسنا البتنجان اهو بالشوكة، هحطه عليها. يبقى احنا مثلا نجيب مثلا كيلو بتنجان، كيلو ونص بتنجان، كيلو ونص، يعني مش هيكمل 10 جنيه بيتهيألي، وطماطمايه وبصلايه وقرن فلفل. يعني هي الأكلة كلها مش هتتكلف 10 جنيه، هي خلاص ملهاش أي يعني مقادير تاني غير شوية كمون وشوية ملح وشوية كزبرة ناشفة موجودين في أي بيت. مش موجودين عندك يا ستي، حطي ملح بس، حطي كمون وملح، حطي كزبرة وملح، اللي موجود عندك حطيه. المهم هتعمليها وهتطلع زي العسل. ممكن كمان تتعمل من غير الخضار على فكرة، ممكن يبقى البتنجان بس يتشوي ويتهرس، حط عليه معلقتين الزيت والتوابل ويدخل الفرن. بس انا بحب احط له الخضار يزود له القيمة الغذائية. وكمان بحس كده مزازة الطماطم كده مع التسكيرة، بتبقى حلوة، انا بحبها كده يعني. فهنقلبه كويس وندوق الملح كويس، ونكون مسخنين الفرن شوية. تحطيه في ارضية بقى الفرن، في نص فرن حامي. هو كده كده الحاجة مستوية، احنا عايزين بس لو في شوية سوائل يتشربوا، الحجم هيخس، فممكن تزودي الكمية. شوية سوائل فيه هيتشربوا، وتحسي كده ان هو نشف شوية يعني، وندخله تحت الشواية وشه يتحمر بس. مش هياخد وقت، ومش يعني انا حطيت معلقتين زيت على الوش، ممكن ما تحطهاش على فكرة، يعني ملهاش لازمة بصراحة يعني، بس انا قلت تلمع الوش بس، يعني هي ملهاش لازمة، فما تحطهمش توفيرا للتوفير بقى كمان. اهي بصوا ما شاء الله، يعني شكلها وطعمها بقى كمان بشوية عيش طري كده، وجنبيها شوية سلطة، شوية بطاطس محمرة، شوية يعني لو عايزينها أكلة بقى صحية من غير بطاطس محمرة، عايزين بقى عادي أكلة حلوة، حطوا بطاطس محمرة، شوية طماطم وجبنة، بصل أخضر، خس كابوتشي، أي حاجة، وشوية عيش طري، ووجبة يعني اللهم بارك. طعمها جميل، أنا افتكرت مش هياكلوها، بس بالهنا والشفا حبوها جدا وأكلوها. ما كانوا بياكلوها عند ماما يعني، بس أول مرة أعملها في بيتي بصراحة، بس عجبتهم وأكلوها بألف هنا وشفا. السلام عليكم.